لإصلاحات متعلقة بالصحة أو بالتعليم. لا يوجد لدى الحكومة تصورا خاصا في حل المشكلة خطة التنمية دكتور الإسكانية. خطة التنمية موجودة فيها تفاصيل هذه الأمور. فيها خطوط عامة مش تفاصيل. فيها خطوط عامة. جزاك الله خير على توجيه هذا السؤال، وإن كنت طبعا أطلب من الحكومة الآن إنها تعرض على الناس المؤتمر اللي شاركت فيه مع 3 وزراء من الحكومة. وهذا غريب، يعني أنا وجهت لي دعوة وأنا متهم في 6 قضايا أمن دولة، فقالوا الحكومة تدعوك للمشاركة في مؤتمر يشارك معك وزراء في الحكومة. فاللي كلمني قلت له أنت جاد في الطلب، يعني أنتم تتهموني وبعدين تدعوني لمؤتمر ومع ذلك بروح، يعني هذه مسألة وطنية. ورحت اشتركت في المؤتمر. قلت للسادة الوزراء مؤتمر شنو دكتور عبيد؟ مؤتمر الاقتصادي لمشاريع الخطة التنموية. هذا مؤتمر الحكومة عملت مؤتمر تبي تناقش فيه التصورات التنموية. بأي صفة؟ كمحاضر، كقانون؟ كأستاذ قانون ومهتم بالشأن العام. وإن كنت طبعا أنا يعني إلى اليوم أنا ما أعرف ولا سألتهم ليش دعيتوني، بس كنت مستغرب من هالدعوة. يعني مو معقول أنك تتهم شخص وبعدين تجلس معه في هذا تنظر في الإصلاح السياسي. فجلسنا في هذا ووجهت السؤال مباشرة للأستاذ البصيري، باعتباره كان متولي هذا الملف. فقلت له أنت قريت. نوضح للناس بس من غير الكويتيين، دكتور محمد البصيري وزير النفط. اي نعم. في ذاك الوقت كان وزير النفط اللي هو المنصب الأخير. اي نعم، في المنصب الأخير. يعني. فقلت أنت الحكومة أصلا قرأت هذا المشروع، أنتم تسمون الخطة التنموية وتسوقون على هالأساس، لكن فعليا ليس له من التنمية شيء. هو مجموعة مشاريع إنشائية، جدول زميل مشاريع إنشائية، بتقول نسوي 10 مدارس، نسوي مستشفى، نسوي دوار. هذا مش خطة تنمية. التنمية التي لا تبدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان ليست تنمية. التنمية يا أبو سلمان أن أضع هدفا استراتيجيا وأن أضع آليات للوصول لهذا الهدف في حدود إمكانياتي. هذا ما أفهم من التنمية، وهذا ما تقول به منظمات الأمم المتحدة. ما هو موجود، وهذا للأسف طبعا اشترك في هذه الجريمة البرلمان أقر هذا القانون بأغلبية كاسحة، وكنت أتوقع أن على الأقل يكون في اعتراض على هذه المسألة. الآن احنا عندنا مشاكل أساسية في المؤسسات التعليمية، في الصحة والإسكان، وهي مشاكل مزمنة في كل المجتمعات الإنسانية. بحكم التوسع أمر طبيعي أن تزيد المطالبات على إقامة مثل هذه المشاريع الإنشائية، لكن لا توجد معايير إحصائية. أنا بقول الآن للرأي العام وأنا مسؤول عن كلامي، إن وجدت مسؤولا حكوميا واحدا. ليش إحنا الآن نفقد الثقة في الحكومة؟ لأن لم نجد واحد على الأقل من الناحية المنطقية يجيب إجابات منطقية. خلال 2 سنين من اليوم عشرات الآلاف قادمين لسوق العمل. فسؤالي للحكومة وسؤالي لأعضاء البرلمان يعني القادم، ما هي نوعية المشاريع التي ستستقطب هذه الأعداد؟ احنا عندنا بالكويت 54 هيئة وزارة حكومية، وصل عدد الموظفين للحد الأقصى. فكيف يمكن حل مشكلة التوظيف خلال 2 سنين؟ لو ما طلعنا ساحة الإرادة، لو ما اعترضوا الناس، لو ما قالوا يا وزير ويا رئيس الوزراء ارحل، أنا سؤالي كيف حتحل المشكلة؟ والسؤال هذا موصول لرئيس الوزراء الحالي، وأنا مش عارف إذا كان حيكون رئيس الوزراء في المرحلة القادمة أو لا، لكن يجب على الحكومة أولا. قصدك أن تبحث لهم عن يعني وظائف لتضمن يعني سوق العمل يشمل كل هذه المخرجات من لا مش بس وظائف، أنا أقصد نوعية المشاريع التي تحقق التوازن بين الطلبات العادية للأفراد في العمل وبين مصالح الدولة. احنا الآن مش معقول أن يتضخم الجهاز الإداري على حساب تعطيل قطاعات أخرى في الدولة. إذا تريد يعني مشاريع أخرى منتجة، مشاريع تقوم بها الدولة تحقق الفائدة للدولة وأيضا تحقق الأمن الوطني للأفراد.